بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعشاق حدوتة زملكاوية. الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. ميدو ينفرد بأسماء 3 صفقات مدوية للزمالك، ومرتضى منصور يوجه الصفعة الكبرى لبيراميدز. ده عنوان حلقتنا معاكم النهاردة. أول كده صلي بينا على النبي أهم حاجة، ثم اللايك ثم الاشتراك في القناة. الموضوع مش هياخد منك ثانية والصحافة. طبعا شفنا اللي حصل امبارح، حكاية تمرد اللاعبين وعدم نزولهم التمرين. المستشار مرتضى وضح كل حاجة وقال لعيبة محترمة نصرف لهم جزء من الفلوس، نصرف مستحقاتهم، هما بيستحملوا النادي وهم مع النادي تمام. احنا عايزين افعال لا اقوال. اولا احنا عايزين افعال لا اقوال. ما ينفعش لعيبة في نادي كبير زي نادي الزمالك تتمارد او تتمرد، مش تتمارد، تتمرد، تعمل اضراب، ما تنزلش التدريب. ما بنشوفش الكلام ده في اي حته، ما بنشوفش الكلام ده في اي حته. رئيس النادي بنفسه طلع وقال اكتر من مره في فلوس وفي ملايين الملايين وازمه الحساب اتحلت. ده كله طب ماشي، ما شفناش ده ليه على ارض الواقع؟ ليه اللعيبه دي؟ معلش احنا زعلانين من اللعيبه ليه؟ عشان طالعين من موسم صفري. لسه بطولة كاس مصر الوحيدة اللي فزنا فيها الماتش اللي فات على فاركو. هنقابل المقاولين العرب يوم 8/7 تقريبا، او 4/7. فدي البطولة الوحيدة والبطولة العربية جاية. المفروض الزمالك يخلص صفقاته ويخلص تعاقداته قبل بداية البطولة العربية، علشان الزمالك محتاج لعيبة، محتاج لعيبة، محتاج لعيبة تاني، ومحتاج صفقات. تجديد سيف فاروق جعفر واللي حصل والكاني والماني سرع العقود وهرفع قضية وهعمل وكانوا مع السلامة. مش عايز أقول كلمة تانية لسيف فاروق جعفر. مع السلامة. الزمالك لن يقف على حد، لن يقف على يوسف أسامة نبيه، لن يقف على سيف فاروق جعفر. الزمالك ما بيوقفش على حد. يروح بيراميدز، يروح الأهلي، يروح أي حتة، هو الخسران، هو الخسران. ما يرجعش يعيط بعد كده ويقول الزمالك ظلمني ولا الزمالك عملني. فالزمالك هو الخسران، الزمالك مش خسران. دي اول حاجه بالنسبه لسيف فاروق جعفر. وجهوا له كلمه يا زملكاويه، وجهوا له كلمه، واكتب في تعليقك عاش الزمالك، الزمالك وطن، الزمالك في قلبي. كتر من التعليقات دي على قد ما تقدر. فمش عايز اكتر على موضوع سيف فاروق جعفر، لان سيف فاروق جعفر قد كده، ويوسف اسامه نبيه قد كده، قد كده. فمش نديهم اكتر من حجمهم. بس تعالى للثلاث صفقات المدويه. 3 دوليين بيلعبوا في منتخب مصر. هقول لك اسماء الصفقات دي، والزمالك تعاقد معاهم بشكل رسمي مع انديتهم ووافقوا على كل حاجه. 3 صفقات بنتكلم في هشام صلاح ظهير ايمن الاتحاد السكندري، بيلعب في منتخب مصر، بينضم لمنتخب مصر. الزمالك محتاج في مركز الباك رايت، محتاج لعيب. لان حمزه المسلوسي الراجل بيلعبه مش في مكانه، احنا عارفين حمزه المسلوسي بيلعب ورا، وعمر جابر ماشي عشان تبقى عارف يعني. وعندك سيد نيمار، فانت محتاج هشام صلاح، محتاج كمان عمر كمال عبد الواحد. لازم نجيبه من فيوتشر، لازم نرجعه عمر كمال عبد الواحد، بحيث يبقى في المركز ده عمر كمال عبد الواحد، هشام صلاح، سيد نيمار. حمزه المسلوسي بيلعب دفاع، مش بيلعب في المركز نفسه. فلازم الزمالك يرجع اولاده زي ما رجعنا حمدي علاء ومحمود علاء ويوسف اوباما. نرجع عمر كمال عبد الواحد باي ثمن، باي ثمن. وكفايه الانديه بتاكل علينا عيش، الانديه اللي بتلوي دراعنا دي كفايه على قد كده. فدي اول صفقه هشام صلاح. واحد هيقول لي محمد مصلحي هيدي هشام صلاح للزمالك. ايوه، لان محمد مصلحي عايز لعيبه من الزمالك، فمستشار مرتضى قال له كلمه: مش هديك اي لاعب الا اذا استلمت الاستغناء بتاعت هشام صلاح، عشان موضوع مروان عطيه ما يتكررش. طب دي اول صفقه. مين الاثنين التانيين؟ الاثنين التانيين في فريق فيوتشر، في فريق فيوتشر. صفقه قال انه الاهلي وقع معاها ومش عارف ايه وايه وايه، و5 سنين،
واللاعب بنفسه طلع في الاعلام وقال لك انا عيلتي زملكاويه وانا زملكاوي. بيلعب في وسط الملعب، مش هقول اسمه. بيلعب في وسط الملعب، اكيد انتوا عارفين. تمام. طيب التالت مين؟ الصفقه التالته مين؟ الصفقه التالته هي برضه بيلعب في فيوتشر، وبيلعب راس حربة، وبيلعب وبينضم للمنتخب. مهاجم قوي، مهاجم قوي. انا وجهة نظري افضل من ناصر منسي والجزيري. المهاجم ده لو جه الزمالك هينفجر كرويا. برضه مش هقول اسمه، انا قلت هشام صلاح لان هشام صلاح الاهلي مش داخل فيه، انما الاهلي داخل في الاثنين التانيين، فمش عايز ابوظ الصفقتين. انا قلت لك مراكزهم، والزمالك مخلصهم مع جلسه مع احمد دياب ومحمد حلاوه مسؤول فيوتشر. سيبك من شوبير ولا بيعمله في الزمالك. تمام. تمام. دول صفقتين. الصفعه الكبرى البيراميدز من مرتضى منصور. مستشار مرتضى طبعا لازم يرد لبيراميدز. يعني مش عايز اقول قلم ومش عايز اقول هم لعيبه اصلا ما تستاهلش الزمالك، ما تستاهلش تلبس تيشيرت الزمالك. ان كان سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيل، مش عايز اديهم اكتر من حجمهم زي ما قلت لك. فالصفعه الكبرى هي صفقه مدويه من قلب نادي بيراميدز. الزمالك خلص معاها، واللاعب ده عقده بينتهي، عقده بينتهي مع بيراميدز. والزمالك خلص مع كل حاجه، زي ما بيراميدز ما او يتعدى حدوده وبيوقع مع لعيبه الزمالك. الزمالك يوقع مع لعيبه بيراميدز، ومحتاج اللاعب ده. لاعب قنبله، لاعب قنبله في وسط الملعب، لاعب قنبله. ومش مصري عشان تبقى عارف، اللاعب ده مش مصري، لاعب اجنبي في بيراميدز، ولاعب عقده خلص مع بيراميدز. فمعلوماتنا ان الزمالك خلاص بيفنش في الصفقه دي، هتبقى صفقه جباره، بيراميدز هيتفاجئ بيها. فنتمنى انه يرد الصعصعين لبيراميدز، طالما بيراميدز دخل على خط انه بيخطف زي الاهلي اللعيبه. تمام. تمام. طيب دي صفقه بيراميدز. ولازم عوده مصطفى فتحي تتم. مصطفى فتحي رايح اعاره لبيراميدز. طالما بيراميدز بيتعدى حدوده على الزمالك، نرجع ابننا مصطفى فتحي لازم. وكده كده اصلا الزمالك ما خدش فلوسه من التعاون السعودي، النادي اللي كان محترف فيه مصطفى فتحي. فمصطفى فتحي لازم يرجع الزمالك باي ثمن، لازم. طالما بيراميدز شايف نفسه وبقى يعمل او مش على نفس الخط بتاع النانوس، فلازم مصطفى فتحي يرجع الزمالك باذن الله. وميدو وشطارته وامير وشطارته يقنعوا مصطفى فتحي ويسيبوا من بيراميدز ويجي الزمالك. فبكل ما لدينا، كل سنه وانتم طيبين. خلاص بقى يوم على عيد الاضحى، بكره عرفات. ربنا يا رب يكرمنا ان شاء الله باذن الله بزياره، بالوقوف على عرفات في الاعوام القادمه باذن الله. كل عام وانتم بخير. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.